اهلا بحضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع. معاكم من امام عمارة رشدي او الشهيرة بعمارة العفاريت في شارع رشدي بالاسكندرية. العمارة دي اتشهرت جدا الفترة اللي فاتت، والناس بتقول ان هي بتقتل اي حد يدخلها. اشاعات وكلام كتير قوي، وان عريس وعروسة اتحدوا الاشباح والاشاعات وقالوا لا احنا هنسكن فيها، واللي يحصل يحصل، ودخلوا وبعدين فوجئوا بدم كتير على الحيطان واشباح وحاجات، وانهم ناس خرجوهم ميتين تاني يوم. ناس تانية بتقول ان برضو ناس جت سكنت واتحدت الاشاعات، وانه تاني يوم برضو خارجين بيصرخوا وبيقولوا ان هم شافوا حاجات ما ينفعش ان هي تتقال. طبعا العمارة اتباعت من فترة واتهدت واتطورت زي ما حضراتكم شايفين، يعني بقت تحفة معمارية زي ما حضراتكم شايفين، يعني من الجنبين ديكورات وزرع، ويعني بقى شكلها مختلف تماما. زي ما حضراتكم شايفين معانا، يعني ده شكل العمارة بعد ما اتطورت. وبرضو رغم التطوير اللي حصل فيها، وزي ما حضراتكم شايفين الديكورات اللي حصلت لها، الناس بتقول برضو لو حطوا لنا عليها سكر مش هنسكن فيها. فاحنا جينا هنا وسألنا ناس كتير من الجيران، والناس بتقول ان هو يعني دي كلها مجرد شائعات، وان العمارة دلوقتي حاليا في ناس بتسكنها. فاحنا هيكون معانا بعد شوية احد حراس البنايات اللي هنا، وهيحكي لنا قصة العمارة وليه تم اطلاق هذه الشائعات عليها، وايه حقيقة الاشباح، وفعلا اذا كان في ناس بتسكنها في الفترة الحالية ولا لا. تعالوا بينا نشوف. عرفنا بحضرتك. منتصر محمد عدوي. طب قول لنا بقى ايه قصة العمارة بتاعت الاشباح؟ لا ما فيهاش حاجه والله، انا لي 20 سنه ما فيهاش حاجه، بس هي اشاعات يعني ما فيش اي حاجه. الناس بتقول ان اي حد بيدخلها بيلاقوا جثته تاني يوم لا او لا لا بعدها لا بفترة. لا ازاي يعني؟ لا يعني انا كنت بقعد مع الغفير يعني 3 سنين قاعد فيها وبنسهر معاهم، ما فيش اي حاجه يعني. حتى الرخام تاع السلم كان فوق لسه ما ركبش، ازاي حتسكروا الرخام تاع السلم ما ركبش يعني ولا؟ اصلا ما فيش حد سكن فيها؟ لا ما فيش حد سكن فيها اصلا. لا بس دي اشاعات يعني. لا ما فيش. طب ليه طلعت الاشاعات؟ هم عشان مقفوله فتره طويله، صاحبي مش عايز يسكنها، فهم طلعوا علي اشاعه عماره العفاريت، فمن ساعتها عماره العفاريت بس. طب ايه سبب اطلاق عمارة العفاريت؟ يعني هو ليه الناس قالت عليها كده؟ هو والله مشكله مع صاحبها يعني، سمعت اللي في يعني حاجات، ممكن الحاجات تانية بس ما اعرفهاش، بس هو ما فيش عفاريت ولا حاجه خاصه، هو معتز بعمارته، ممكن مش عايز يسكنها، مش محتاج، فهي حاجه عاديه يعني. بس ما فيش حاجه اي حاجه والله. يعني انا كل 20 دي شائعات؟ اشاعات. انا لي 20 سنه من 2021 انا هنا في وشها، ما فيش اي حاجه، ما شفتش حاجه. طب هي دلوقتي العمارة ساكنة؟ فيها شقق ساكنه، في ناس ساكنه، وفي ناس ساكنه فيها، وفي امن، وفيها كل حاجه يعني. وفيها الجراج تاعها شغال، والامن وبوابين، وفيها كل حاجه يعني. وفي ناس ساكنه فوق، وحتى صاحب الباشمهندس عمرو برضه ساكن في اخر دور فوق يعني، واخد الدور كله. ساكن فيها، واخد دور زي فيلا عامل فوق يعني. وفيها ناس سكان، وفي شقق اتباعت لسه بس اصحابها ما سكنوش، بيوضبوا فيها يعني. طب قول لنا ايه حكايه القصص الصور اللي منشوره على الفيسبوك؟ لا دي وناس مصورينها بيقول لك بعد ما اتجددت وشكلها بقى جميل وصورناها ولقينا الصور طالع فيها عفاريت وبتاع. لا دي الشباب بتصور كده، بتحط صور حاجات غريبه يعني بصراحه مع نفسهم. معنا مع غريب انتشار كده، حاجات غريبه بيحطوها من الشباب يعني. بس انتوا عمركم ما شفتوا حاجه غريبه؟ لا انا لي 20 سنه بصراحه والله، في وشي ما شفتش فيها اي حاجه، وكنت بسهر مع الغفير بتاعها، وبقعد نسهر بالليل وفيش اي حاجه، وكان بيبات في الدور الثاني لوحده 3 سنين قبل ما تتهد. يعني قبل ما تتهد خالص كان الغفير بتاعها ساكن فيها يعني، قاعد فيها، واحد بنسهر معاه ومية مية، فيش اي حاجه والله. يعني هي مش قصه ان العفاريت طلعت منها؟ لا فيش حاجه اسمها عفاريت. لا لان الدخله اصلا كانش لسه على الشطه، على الرخام، الدخله ما شطبتش على الخرسانه، والسلالم كانت، الرخام تاع السلالم كان فوق. انا شفته لما نزلوه كانش لسه على ركب،
ازاي العروس وعروسه سكنوا وقبل السلم يركب رخام والكلام ده ازاي؟ وفي حمامات ما تشطبش على الطوبه الحمراء، انا شفتها على الطوبه الحمراء. لا دي اشاعات، لا اشاعات، كلها اشاعات. اشاعات. الله جرادها ان هم مثلا يقللوا ثمن ممكن عاد حاجه ما شايفينها هم مكفوله طول عمرها، فهم فكروا بس من ساعه ما توضبت يعني ما فيش اي حاجه والله. من قبل ما تتوضب ما فيش اي حاجه كمان، من قبل ما تتهد. بس هي اشاعات والله، اشاعات، ما فيش اي حاجه. تمام، متشكرين لحضرتك. تمام، شكرا. زي ما شفنا احد الحراس البنايات اللي بتكون جنب العماره، طبعا هو صرح لنا انه مفيش اي حاجه، وان هي كلها مجرد شائعات، وحاليا في ناس بتسكن هنا في العماره وما فيش اي مشاكل بتواجههم. دي العماره طبعا لما اتبنت بعد ما اتهدت، الناس بتقول من 70 سنه. مكانها في اسكندريه هنا في شارع رشدي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين العمارة بقى شكلها جميل جدا. يعني مش عارفين بقى هل فعلا هي شائعات، هل هي فعلا كان فيها حاجة ولما اتهدت بقت خلاص تمام، فاحنا مش عارفين. بس برضو حارس العمارة بيقول ان هي ساكنة وان هو عمره ما شاف فيها اي حاجة قبل كده، وان هو قاعد فيها برضو وان هي ما فيهاش اي حاجة. كنا مع حضراتكم من امام عمارة رشدي الشهيرة بعمارة العفاريت في اسكندرية، اللي انتشر عليها شائعات كتير الفترة اللي فاتت، والناس بتقول ان هي بتقتل اي حد يدخلها. نتمنى نكون وصلنا لحضراتكم الحقيقة، وتكونوا استمتعتوا معانا بالفيديو. شكرا ليكم وشكرا لحسن متابعتكم. تابعونا دايما في تغطيات جديدة. شكرا ليكم، إلى اللقاء.